الناس كانت قبل البعثة حضارة فارس والروم كانت لا يلتفت العرب بسبب مثلا بعضهم بيقول يعني كانوا بيحللوا كان في إغارات بتحدث بين الحضارات بيحاربوا بعض. حتى في ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع، يعني في حرب بين حضارة فارس وحضارة الروم. طب والعرب ليه ما حدش بيجي عليه؟ كانش ملتفت ليه كويس. سواء الأرض جافة سواء ما فيش حاجة، يعني كانوش شايفينهم يستحقوا ده. خلاص لا شوف اللي حاصل، أصبحت حضارة تغزو العالم لها مناهجها لها كتبها. اللي عمل بداية أنا مش بقول القرآن فقط بس بداية اللي عمل ده القرآن. يبقى إذن القرآن مهم تاريخيا بالفعل. خلاص طيب أنا بقى عايز أعرف أنت دلوقتي بتقول إيه؟ أيوة يعني القرآن هيعمل إيه؟ إحنا بقى لو استطعنا، وده أنا بدعو يعني كل الناس والباحثين للغوص في المعنى ده، لو استطعنا ندرس ماذا فعل القرآن في الصحابة، عمل فيهم إيه تحديدا، هنعرف القرآن ده يعمل فينا إيه. احنا عايزين نعيد قدر المستطاع نستنسخ هذه التجربة قدر المستطاع. ربنا بيقول في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل الوحي ده لفي إيه؟ ضلال مبين. هل الأثر الوحي ده لهؤلاء فقط؟ لا، ربنا بيقول إيه؟ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، هيجي ناس من وراهم هيحاولوا يلحقوا بالصحابة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. ماشي؟ فإذا إحنا بقى الآخرين دول إن شاء الله اللي عايزين نلحق بالصحابة فيؤثر فينا القرآن، يعني أثر القرآن ممتد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثر القرآن ممتد ليس فقط على لحظة نزول الوحي، بالدليل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث طويل قال ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. كل نبي ربنا اداله آية على مثل هذه الآية على مثلها، يعني كأن الآية أخضعته أنه يؤمن. قالوا هنا على في حرف استعلاء، يعني ما قالش بمثلها آمن، قالوا على مثلها، يعني هذه الآية جعلت له لما يشوفها يخضع زي سجود السحرة كده. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل نبي كان معاه آية وإنما الذي أوتيته. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى الآية كأنه عايز يقول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري الآية بتاعتي مختلفة عن كل الآيات الأنبياء. مختلفة في إيه؟ وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. طب ما سيدنا موسى كان وحي، في وحي، وسيدنا عيسى كان في وحي. فقالوا إن سيدنا موسى كان معاه وحي اللي هو التوراة ده الهداية، وكان معاه آية، أو يعني ما بحبش استعمل لفظ معجزة لأسباب يعني، بس خلينا نقول آية أو معجزة اللي هي العصا. ماشي. فكان في انفصال بين المعجزة والهداية جمعا في القرآن. كويس. يعني القرآن هو كتاب الهداية وكتاب المعجزة. كويس. يعني هو كتاب التحدي والهداية في نفس الوقت. فالنبي ده بيخلي أثر القرآن قد يكون قليلا في لحظة نزوله لكنه ممتد، مش مرتبط بالشخص. يعني عصا موسى مرتبطة بسيدنا موسى، مظبوط. ناقة صالح مرتبطة بسيدنا صالح، مرتبطة به. صح، احنا ما فيش أثر علينا منها. أيوة. وعشان تشوفها محتاج يبعث النبي. أيوة. محتاج يبعث مرة أخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أثر القرآن ممتد. صح. فقال لذلك النبي ختم الحديث وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو لأجل هذا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني إيه؟ أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني هيبقى أكتر واحد معاه أتباع هو النبي صلى الله عليه وسلم.